أصدقائي الرياضيين، السلام عليكم وأهلا بكم في عدد جديد. قبل التفاصيل إليكم العناوين، ونبدأ بتألق ياسين بونو في مباراة نادي الهلال ضد نادي الاتحاد السعودي الذي يلعب له حمد الله. في الموضوع الثاني نتكلم عن ما قاله سفيان مرابط بعد انتقاله إلى المانيو وماذا قال عنه المحللون، ونختم بانتقال الزلزولي وتصريح تشافي، وإليكم التفاصيل. نبدأ التفاصيل من لقاء نادي الهلال السعودي الذي يلعبه له ياسين بونو ضد نادي الاتحاد السعودي الذي يلعب له حمد الله. اللقاء الذي عاف تشويقا وندية من الفريقين، وكان الاتحاد موفقا في الشوط الأول وسجل مارينيو في الدقيقة 16 هدفا في مرمى ياسين بونو بعد أسيس جميل ولمسة ذكية من حمد الله ليجد البرازيلي كما نشاهد في الصورة نفسه وحيدا أمام ياسين الذي كاد أن يصدها بالرجل اليسرى لولا سوء الحظ. وعاد نادي الهلال ليسجل هدف التعادل من طرف ميتروفيتش في حدود الدقيقة 20. وعاد بنزيما أيضا في الدقيقة 38 ليسجل الهدف الثاني لصالح الاتحاد. ولم يكتفي الاتحاد بالهدف الثاني، فقد عاد حمد الله ليسجل هدفا في الدقيقة 45، وكان الهدف هدية كما تشاهدون من مدافع الهلال سافيتش، ولم يكن ياسين يتوقع غلطة زميله. وكما نرى في اللقطة فهو كان بعيد عن حمد الله ويصعب عليه صد قذفة مواطنه. إذن كان الهدف الثالث للاتحاد لتصبح النتيجة 3-1. وكما قلنا فاللقاء عرف ندية من الفريقين، ودخل حمد الله كما ترون في اللقطات في صراع مع مدافع الهلال وخصوصا علي البليهي. للإشارة فعلي البليهي هذا هو اللاعب الذي دخل في صراع مع ميسي في كأس العالم الأخيرة، وكنا قد تعاطفنا معه لأننا كمغاربة أحببنا أن يفوز المنتخب السعودي ضد المنتخب الأرجنتيني. لكن والحالة هاته، فحمد الله هو لاعب مغربي ونجم مغربي ولا نرضى أن يتعامل معه علي البليهي بهذه الطريقة. المهم أن حمد الله تعامل مع الموقف بذكاء، وكان ذلك في حدود الدقيقة 43، وهذه اللقطة كانت أمام أعين الحكم. المهم الشوط الأول انتهى لصالح الاتحاد السعودي ب3-1، لكن الهلال استفاق في الشوط الثاني من غفوته وعدل النتيجة، وأكثر من ذلك فاز باللقاء. في الشوط الثاني أهداف الهلال كانت على التوالي في الدقيقة 60 من طرف ميتروفيتش، وفي الدقيقة 63 من طرف أيضا ميتروفيتش من ضربة جزاء، والدوسري في الدقيقة 67 لتصبح النتيجة 4-3 لصالح الهلال أمام نادي الاتحاد السعودي. وللوهلة الأولى يظن من سمع النتيجة أن ياسين كان بعيدا عن مستواه، لكن العكس هو الصحيح، فقد تألق في اللقاء رغم تواضع المدافعين الذين يلعبون إلى جانبه، وأقصد السنغالي كوليبالي وأيضا ميلينكوفيتش سافيتش. واللقطات الموالية تبين تدخلات الموفقة لياسين بونو والذي أشاد به كل المحللين، وكما سترون أشاد به كل من الدعيع الذي كان حارسا للمنتخب السعودي خلال كأس العالم 1994، وهو الآن محلل، فقد أشاد به كما ترون. وأشاد به أيضا خالد المحلل السعودي المعروف الذي قال عنه: يجب أن لا تنسوا أن ياسين بونو كان أحسن حارس في الليغا لسنة 2022، وفي الليغا يوجد الحارس البلجيكي
كوتوا، ويوجد أيضا الألماني شتيغن، ويوجد أيضا السلوفيني حارس الأتليتيكو. المهم أنه أخذ جائزة زاموا لأحسن حارس أمام أحسن الحراس في العالم. والآن نتحدث عن صفقة سفيان أمرابط الذي انتقل إلى المانيو. فقد أعلن مانيو عن صفقة سفيان، والتي ستكون صفقة على شكل إعارة لمدة سنة حتى يونيو 2024 كما نشاهد في اللقطة، بمبلغ 8 ملايين جنيه استرليني، أي ما يعادل تقريبا 10 ملايين يورو، مع خيار الشراء ب25 مليون يورو. وبعد إتمام الصفقة قال سفيان: يسعدني أن أصبح لاعبا في مانشستر يونايتد، وكان علي أن أصبر لأصل لهذه اللحظة، وأنا الآن أمثل نادي أحلامي. وأضاف: أنا لاعب شغوف وأريد أن أجلب هذه الطاقة الإيجابية للنادي، وسأبذل كل ما في جهدي لمساعدة الفريق. وعن المدرب الهولندي تين هاغ قال سفيان: أعرف جيدا طريقة عمله، وكنت قد تدربت معه سابقا، وساعدتني توجيهاته لتطوير قدراتي. أما فرديناند اللاعب الإنجليزي السابق ولاعب مانشستر يونايتد والمحلل الحالي، فقد قال: لقد تمكنت من رؤية سفيان أمرابط مباشرة في كأس العالم بقطر 2 أو 3، وكان جيدا، وحتى ضد فرنسا. وجوده سيمنحنا المزيد كلاعب ارتكاز يجيد النواحي الدفاعية، لأنه كان لدينا كل من فريد، ويعني فريد اللاعب الدولي البرازيلي الذي ذهب من الفريق، وكذلك اللاعب الاسكتلندي ماكتوميناي. قال أن هذين اللاعبين كان يهاجما أكثر من الدفاع. وأضاف، أقصد هنا فرديناند، أضاف أن أمرابط يمنع الفرق الأخرى من اللعب ومنضبط جدا، وهذه السمات هي التي نحتاجها في لعب الوسط الدفاعي. والآن سنتحدث عن انتقال الزلزولي إلى نادي بيتيس المتواجد أيضا بمدينة إشبيلية. فقد قال تشافي أن عبد الصمد هو من طلب مغادرة الفريق، لأنه يريد أن يلعب الكثير من الدقائق، وهذا شيء يصعب تحقيقه بنادي برشلونة. وأضاف أيضا أن عبد الصمد وحتى أنسو فاتي هما من طلب الرحيل عن الفريق الكتالوني، لكن لدى برشلونة الحق في استرجاعهما مستقبلا. وكرأي شخصي فحسنا فعل عبد الصمد، لأنه يجب أن يلعب، وهذا لمصلحته، ليحافظ على لياقته وعلى تنافسيته للمسابقات الدولية المقبلة، وخصوصا مع المنتخب الوطني.